السلام عليكم. بيقولوا الأخ أغلى حاجة في الدنيا. نشوف مع بعض الأخ أغلى ولا أرخص؟ بس قبل ما نشوف عايزين نتأكد من حاجة، هل القصة دي حقيقية ولا لا؟ إن في 3 داخلين على الإعدام، سمعوا صراخ في القاعة، صراخ هستيري وشديد لدرجة إن القاضي قال هاتوها، مالها بتعيط ليه وعلى مين؟ تعالي، مالك؟ عايزة تغيتي مين فيهم وتختاري مين فيهم؟ انت ليكي فرصة واحدة بس، شوف انت عايزة مين وانا هفرجلك عنه. اختارت وبدون تردد اخوها. استعجب القاضي، قال لها وابنك وجوزك؟ قالت له الزوج في السوق والابن مولود والاخ مفقود. الاخ مفقود فعلا، الاخ مفقود فعلا. وهقول لكم حاجة هتستعجبوا لها، حتى في اشد لحظات المشاكل اللي بينك وبين اخوك الاخ برضو مفقود. مش هتحس بكسرة في الدنيا، مش هتحس بكسرة في الدنيا غير كسرة اخوك. تعرفوا لو مات ابوك وامك غاليين مفيش كلام، لكن مش زي اخوك، مش زي اخوك. الاخ صعب بالنسيان، الاخ كسرته وحشة. شفت فيديو لطفلين، في واحد فيهم نزل الحمام السباحة اللي في البيت وكان هيغرق، اخوه نزل وراه عشان يحوشه وهو ما بيعرفش يعوم. احبسوا الانفاس عشان قلبكم ما يوقفش. انك ترمي نفسك المية ورا انسان عشان تحوشه من الموت، يبقى اكيد اخوك. وانت ما بتعرفش تعوم، يبقى اكيد اخوك. اطفال ما بتفهمش، حست بغلاوة الاخ. اتفرجوا على الفيديو بس احبسوا انفاسكم.